هذا الأمر؟ لا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئا أحله الله عز وجل، والتعدد أحله الله تبارك وتعالى. إنما الذي اعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع بنت أبي جهل مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة كالتالي: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، أن تكون له زوجة ثانية مع فاطمة رضي الله تعالى عنها. فاعترض النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل التعدد، لا، إنما اعترض، قال: لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدو الله. يعني هذه البنت التي ستتزوجها منسوبة لأبيها أبو جهل، فرعون هذه الأمة، عدو الإسلام، المحارب للإسلام، فكيف تجمعها مع بنت؟ لحظة بس، فكيف ستجمعها مع بنت خير خلق الله عز وجل؟ يعني لا يليق هذا.